السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال تانية إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير إن شاء الله. النهاردة هنحل مع بعض تقييمات الأسبوع الأول، وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله. بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجموعة الأولى بما تفسر لموقع قارة أوروبا أهمية استراتيجية. إيه هي الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أوروبا؟ لموقع قارة أوروبا أهمية استراتيجية ليه؟ لأنها بتطل على مسطحات مائية مهمة، بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، مثل إيه؟ مضيق جبل طارق، مضيق البسفور، ومضيق الدرادنيل. ما العلاقة بين الموقع الفلكي لقارة آسيا والحياة النباتية والحيوانية؟ حيث ترتب على الموقع الفلكي لقارة آسيا تنوع كبير في المناخ، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. دلل. تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من 3 جهات، حيث يحد قارة أوروبا من الشمال المحيط القطبي الشمالي، ومن الغرب المحيط الأطلنطي، ومن الجنوب البحر المتوسط والبحر الأسود. لذلك تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من 3 جهات. وضح الأهمية الدينية لقارة آسيا. لموقع قارة آسيا أهمية دينية ليه؟ لأنها مهد للديانات السماوية اليهودية والمسيحية والإسلام. تضم العديد من المواقع المقدسة ذات الأهمية الكبيرة، مثل الكعبة المشرفة بالسعودية، والمسجد الأقصى، مسجد قبة الصخرة، وكنيسة المهد بفلسطين. اكتب ما تشير إليه العبارة التالية. أكبر قارات العالم من حيث المساحة هي قارة إيه حبايبي؟ قارة آسيا. المجموعة التانية للموقع الجغرافي لقارة آسيا أهمية اقتصادية كبيرة. لموقع الجغرافي لقارة آسيا أهمية اقتصادية كبيرة، حيث جعلها معبرا رئيسيا لطرق التجارة البرية والبحرية منذ العصور القديمة، مثل عندنا طريقين، طريق الحرير وطريق التوابل. بما تفسر يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا. ليه بيطلق على قارة آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا؟ دلل. كانت قارة آسيا موطنا للكثير من الحضارات. سؤال. يطلق على قارتي آسيا وأوروبا مصطلح أوراسيا. قلنا ليه بيطلق على آسيا وأوروبا أوراسيا؟ أوراسيا هو مصطلح بيطلق على قارتي آسيا وأوروبا معا. ليه؟ لأنه تبدو قارة أوروبا كأنها امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة الغرب. أما سؤال دلل كانت قارة آسيا موطن للكثير من الحضارات، الدليل على كده؟ طبعا سؤالنا دلل، فهقول حيث قامت العديد من الحضارات العريقة بها، مثل حضارة بلاد الرافدين، حضارة فينيقيا، حضارات بلاد اليمن، الحضارة الهندية، الحضارة الصينية، الحضارة الإسلامية. ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة أوروبا؟ ترتب على كده يا أبطال؟ هقول ترتب على ذلك وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية من الكرة الأرضية. ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية؟ تتنوع الحدود الغربية لقارة آسيا ما بين حدود مائية وحدود برية. طبعا العبارة العبارة صادقة. ليه يا حبايبي العبارة صادقة؟ هقول يا حبايبي حيث تتنوع الحدود الغربية لقارة آسيا، حيث تتنوع الحدود الغربية لقارة آسيا، فتوجد جبال أورال التي تفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا، وهي حدود برية. كما يوجد البحر الأحمر والبحر المتوسط والبحر الأسود، وهي حدود مائية. المجموعة الثالثة دلل. بتشترك قارتي آسيا وأوروبا في الإشراف على بعض المسطحات المائية. هقول يا حبايبي حيث أن كلاهما تشرفان على البحر المتوسط والبحر الأسود وكمان والمحيط القطبي الشمالي. هقول حيث أن كلاهما يشرفان على
البحر المتوسط والبحر الأسود والمحيط القطبي الشمالي. اكتب كلمة صواب أو خطأ مع العبارة أمام العبارة التالية مع ذكر السبب في الحالتين. هنقول السبب في الحالتين. تقع قارة آسيا بأكملها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. الإجابة إيه يا أبطال؟ الإجابة خطأ. تصحيحها إيه؟ هقول تقع قارة آسيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية فيما عدا بعض الجزر الإندونيسية الواقعة جنوب دائرة الاستواء. آتي أمثلة للحضارات التي قامت بقارة أوروبا قديما. عندنا الحضارة إيه يا أبطال؟ الحضارة الرومانية وكمان الحضارة اليونانية. بما تفسر الأهمية الاستراتيجية لقارة آسيا. الأهمية الاستراتيجية لقارة آسيا لأنها تطل على مسطحات مائية مهمة، كمان بتشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة مثل إيه؟ مضيق باب المندب ومضيق هرمز. وضحي الأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي لقارة أوروبا. الأهمية الاقتصادية للموقع الجغرافي لقارة أوروبا ساعد على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين باقي قارات العالم.